السلطان أحمد ابن إبراهيم الغازي الصومالي حامي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل المجرم كريستوفر ديغاما. الإمام أحمد ابن إبراهيم الغازي والملقب بقري أي الأشول ولد في سنة 1507 واستشهد في سنة 1543، وكان من سلاطين الصومال الذين غزوا الحبشة، وهزم العديد من الأباطرة الإثيوبية، وألحق الكثير منهم من الضرر والهزائم في تلك المملكة، مع مساعدة من الجيش تتكون أساسا من الصوماليين. وشرع الإمام أحمد في غزو ما يقرب 3/4 الحبشة إثيوبيا حاليا، وضمها تحت سلطنة عدل خلال الحرب العدلية الحبشية عام 1529 إلى عام 1543، ردا على تحالف الحبشة مع البرتغال لاستخراج قبر النبي الكريم من المدينة. فالإمام أحمد ابن إبراهيم الغازي يعتبر من أعظم سلاطين المسلمين، كانت له المعارك الخالدة، كاد يفني الحبشة لولا تدخل البرتغاليين وأوروبا المسيحيتين. استشهد في معركة ضد البرتغال والحبشة، وكان قد قتل القائد كريستوفاو ابن فاسكو ديغاما والملك لبنى دبنجل الأمهري في معركة وفلة. وقد ولد الإمام أحمد في إقليم حوبات من أعمال دولة عدل في أسرة صومالية، حيث انتسب أبوه لقبيلة أكيشو التي تنحدر من مدحوين الدر، إحدى القبائل الصومالية العريقة في إثيوبيا وأرض الصومال. عمل أفراد أسرته جنودا في جيش أمير هرر، وهذه الدولة هي إحدى دول الطراز الإسلامية التي قامت منذ القرن الثالث للهجرة 9 للميلاد في الصومال وشرقي وجنوبي شرقي الحبشة، وكانت تقع على الساحل الصومالي مطلة على خليج عدن ومضيق باب المندب، وكانت تحتوي هرر وزيلع وبربرة، وتتاخم في الشمال في منطقة الدناقلة قرب زيلع، وهي مدينة ساحلية تقع في شمال غرب الصومال التي كانت جزءا من سلطنة عدل. الإمام المجاهد أحمد ابن إبراهيم الغازي تزوج من ابنة السلطان محفوظ، كون جيشا قويا من الصوماليين البدو الأشداء، أعلن عن رفضه دفع الجزية للنجاشي، وبدأ بذلك حربه الجدية مع الحبشة التي استغرقت حياته كلها. ويمكن أن يميز في تلك الحرب مرحلتان: الأولى وتمتد 15 عاما 933 إلى 948 هجريا، ما يعادل 1527 إلى 1541 ميلادية، وفيها كان الإمام أحمد والأحباش يتحاربان وحدهما من دون عون من الخارج، وتمكن في أثنائها من هزيمة النجاشي لبنى دينكل. تابع بعدها لمدة 6 سنوات السلطان أحمد ابن